السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم. النهارده بإذن الله معانا الدرس الثالث، العمليات على الأعداد الحقيقية، وبسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين. معانا أول حاجة الحدود الجذرية المتشابهة. إيه هي الحدود الجذرية المتشابهة؟ قال لي هي حدود اللي هي حدود تحتوي على جذور لها نفس دليل الجذر ونفس المجذور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه هي حدود تحتوي على جذور لها نفس دليل الجذر ونفس المجذور؟ بمعنى لما اجي اقول لك 4 جذر تكعيبي للاتنين، تعالى نطبق التعريف ده. اول حاجة عندنا دوت اسمه معامل الجذر، يبقى ده اسمه معامل الجذر. تمام. رقم 2 ده اللي هو اللي تحت الجذر ده اسمه المجذور. ده اسمه ايه؟ المجذور. تمام. اللي علامة الجذر دي ده اسمها علامة الجذر، يعني مش محتاجة، فدي اسمها علامة الجذر. تمام. إيه ده الجذر ايه؟ التكعيبي. فقال لي التلاتة دي اسمها دليل الجذر. يبقى رقم 3 دي اسمها ايه؟ اسمها دليل الجذر. يبقى انت شفت دلوقتي الجذور المتشابهة هي حدود تحتوي على جذور لها نفس دليل الجذر ونفس المجذور. دي اقدر اقول عليها ايه؟ جذور متشابهة، وهنفهم امثلة دلوقتي. بس عايزك تعرف ان 4 الجذر التكعيبي للاثنين، الاربعه ده اسمه المعامل. اي حاجه دايما بتبقى جنبها تبقى المعامل. يعني مثلا قلت لك، لو جيت قلت لك 4 اكس فده اسمه معامل اكس. نفس الحوار هنا. فلما اجي اقول لك 4 الجذر التكعيبي للجذر الاثنين فده اسمه معامل الجذر. اللي جوه الجذر ده اللي تحت الجذر ده بنسميه ايه؟ المجذور. طبعا دي سهله، علامه الجذر. ده الدليل، ده الجذر التكعيبي. طب لو ما كانش فيه 3 فاوريدي تبقى الجذر التربيعي لو ما فيش 3. اما هنا في 3 فده اسمه الجذر التكعيبي. تمام. دلوقتي خلاص احنا عرفنا الكلام من ده. طب احنا عايزين نشوف شويه امثله. تمام. معانا شويه امثله علشان نشوف. لو جيت قلت لك هنا طلع لي الجذور المتشابهه والغير متشابهه. اول حاجه يعني ايه الجذور الحدود الجذريه المتشابهه؟ تاني قال لي هي حدود تحتوي على جذور لها نفس دليل الجذر ونفس المجذور. وعرفنا ايه هو دليل الجذر وايه نفس المجذور. تمام. تعال نشوف. اول حاجه المثال معانا -3 جذر 2 و5 جذر 2 متشابهان ولا غير متشابهان؟ اقدر اقول الحدود دي جذريه متشابهه ولا لا؟ والله من التعريف لو لهم نفس الدليل ونفس المجذور اقول ساعتها متشابهه. طب ما تيجي نطبق. لهم نفس الدليل، هو الدليل احنا قلنا ايه الدليل؟ هو اللي يبقى هنا هو الدرجه بتاعت الجمع. مثلا ده الجذر التربيعي فهنا 2 وهنا 2. صدق لهم نفس الدليل، هنا التربيع وهنا تربيع. يبقى اول شرط معايا اللي هم لهم نفس الدليل. تمام. تعال نشوف نفس المجذور. احنا قلنا هو المجذور ان احنا اللي هو اللي تحت الجذر. هنا 2 وهنا 2 متشابهه. تمام. ندخل في اللي بعد. متشابهان ليه؟ هتقول لي انهم لهم نفس الدليل ونفس المجذور. تمام. تعال ندخل في اللي بعدها. والله تعال نشوف نطبق نفس الحوار. لو لهم نفس الدليل ونفس المجذور يبقى زي الفل. هل لهم نفس الدليل؟ لا. ده هنا التربيع، هنا الجذر التربيعي وهنا الجذر التكعيبي. فاولا مش لهم نفس الدليل، خلاص ما كملش. ليه؟ انا عايز الشرطين يتحققوا. هنا واحد ده مش متحقق، التاني متحقق نفس المجذور بس لا، يبقى ساعتها اقول عليها ايه؟ غير متشابهه. قال لك غير متشابهان ليه؟ تقوم انت قايل لاختلاف الدليل. تمام. تعال نشوف الاخيره. اه هل هنا لهم نفس الدليل؟ لهم نفس الدليل. هنا الجذر التربيعي وهنا الجذر التربيعي. تمام. لهم نفس المجذور؟ لا، ده هنا 3 وهنا 2 برضه نفس الحوار
غير متشابهان. غير متشابهان ليه؟ لاختلاف المجذور. أول حاجة عندنا في العمليات على الأعداد الحقيقية جمع والطرح. تعالى كده لو قلت لك مثلا 3x، قلت لك إن 3x و8x، قلت لك إن دولت حدان جبريان متشابهان، مجموعهما أو ناتج طرحهما هو حد جبري متشابه. يعني إيه؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا تعالى نجمع 3x زائد 8x، هنجمعها إزاي؟ هتقول لي 3x زائد 8x بتساوي دوت حدان جبريان عايزين نجمعهم. احنا نطلع الاكس عامل مشترك بره، الاكس اهي، واجمع لي 3 زائد 8، اقوم فاتح قوس واقول 3 زائد كام؟ 8 بيساوي 3 زائد 8 كام؟ 11، وانزل الاكس يبقى حدان جبريان متشابهان جمعهما او طرحهما. احنا خدنا الجمع، فبقت 3 اكس زائد 8 اكس بتساوي كام؟ 11 اكس. طب تعالى كده نطرحهم. لو جيت قلت لك 3 اكس ناقص 8 اكس بيساوي كام؟ خلاص هنطلع الاكس عامل مشترك بره، الاكس اهي زي الفل. اطرح، هتقول 3 ناقص 8 بيساوي، طبعا هنا احنا هنقول مثلا ايه هنا 3 زائد 8 حلو، احنا هنا ممكن نخليها عشان ما نطلعهاش بالسالب، نقول 8 هنا، وهنا نقول 3 عشان خاطر بس ما نطلعهاش بالسالب، وطلعناها بالسالب عادي، بس خلينا نطلعها بالموجب. هقول لك 8 ناقص 3 فتبقى هنا 8 ناقص 3، 8 ناقص 3 كام؟ 5، وننزل اكس يبقى 5 اكس. يبقى انا دلوقتي جربت معاك جمع وطرح الحدان الجبريان المتشابهان. طب تعالى بقى نجرب بقى اللي احنا خدناها دلوقتي اللي هي الجذور المتشابهه. تعالى كده نعرف ازاي هنجمع ونطرح الحدود الجذريه المتشابهه. ازاي بقى؟ تعال لو جيت مثلا قلت لك 5 اكس او 5 جذر 3، نتكلم بقى في الحدود الجذريه المتشابهه، 5 جذر 3 زائد 3 جذر 3 بيساوي، والله لو تلاحظ الدليل هو الدليل والمجذور هو نفس المجذور، يبقى انا كده مش شغال صح، يبقى هو فعلا حدان او الحدود الجذريه دي متشابهه. تمام، تعال نجمعهم نفس الطريقه اللي خدناها فوق ناخدها تحت. هو ايه هنا المشترك هنا وهنا؟ ايه الدليل هو ونفس المجذور هو، يبقى ناخده بره، اقول جذر 3 اطلعها بره واجمع، اقول 5 زائد 3، 5 زائد 3 بيساوي 5 و3 كام؟ 8، يبقى ساعتها 8 جذر 3. حلو، احنا دلوقتي جربنا ايه؟ جربنا جمع الحدود الجذريه المتشابهه. طب تعالى كده نجرب طرحه. اقول 5 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 بتساوي، تعالى نفس الطريقه اللي استخدمناها فوق واللي استخدمناها في الحدود الجبريه، دي حدود جبريه ودي الحدود الجذريه المتشابهه. تمام، نفس الطريقه اللي استخدمناها فوق نستخدمها تحت. هنا نفس الدليل ونفس المجذور، خلاص اخده عامل مشترك بره اللي هو الجذر 3. 5 ناقص 3 او هنقول 5 ناقص 3 بيساوي 5 ناقص 3 2 جذر 3. يبقى انا هنا الحدود الجبريه عرفنا 3 زائد اكس، خدنا الاكس عامل مشترك وبنجمع وبنطرح طبيعي. في الحدود الجذريه طالما انهم نفس الدليل ونفس المجذور باخدها عامل مشترك وبجمع او اطرح. تعال ناخد مثال، بيقول لك أول كل مما ياتي في ابسط صوره المثالين دول. تمام، معنا اول مثال بيقول لك 3 جذر 7 زائد جذر 7. اول حاجه لهم نفس الدليل، تمام، لهم نفس المجذور، تمام، اللي هو 7 7 يبقى تمام، يبقى انا اقدر اخده عامل مشترك، فاقوم قايل هنا جذر 7. هنا 3 زائد كام؟ هنا في واحد، خلي بالك هنا في واحد قدام، ده اللي هو المعامل بتاع جذر 7، فهقول ايه؟ 3 زائد، هو اللي زائد تبقى زائد، 3 زائد كام؟ زائد 1 بتساوي 4 جذر 7. تمام، يبقى انا كده جبت اول حاجه اللي عايزها. ثاني حاجه عندك 4 جذر 5 ناقص 2 جذر 5 زائد 5 جذر 5 ناقص كام؟ ناقص جذر 5. تمام، تعال بص نفس الدليل
ونفس المجذور، يبقى انا ساعتها اقدر اخدها عامل مشترك، قول بيساوي وناخد جذر 5 عامل مشترك ونفتح الاقواس. تمام. خد لي بقى المعامل بتاع كله. هنا المعامل كام؟ 4. هنا كام؟ -2. خلي بالك وقال لك ناقص يبقى -2 معانا. هنا كام؟ 5. هنا كام؟ -1. شاطر. يبقى يلا نقول 4 ناقص 2 زائد 5 ناقص كام؟ 1. 4 ناقص 2 2 2 و5 7. 7 نقص منهم 1 يبقى كام؟ 6. يبقى ساعتها 6 جذر 5. يلا يا بطل توكل على الله وجرب. معانا مثالين: 5 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3. يلا شوف وحل واكتب لنا في التعليقات وتطلع كام والمثال اللي تحته كمان. عندنا تاني حاجة الضرب والقسمة في العمليات على الأعداد الحقيقية. احنا اللي قبل كده خدنا الجمع والطرح، الوقت هناخد الضرب والقسمة. تمام. لو جيت اديتك حدود جبرية، قلت لك مثلا -3 اكس تمام في 5 اكس. تمام. احنا هنخلي ديت علامة الضرب عشان ما تلخبطش بين دي ودي، هنخلي علامة الضرب مثلا كده لان دي في. تمام تمام. فبقول لك -3 اكس في 5 اكس بتساوي كام؟ خلي بالك الضرب غير الجمع والطرح. تعال نمشي واحدة واحدة. أول حاجة نعمل الأقواس دي ونقول -3 في كام؟ في 5، أو -3 في كام؟ في 5. تمام. -3 في 5 والإكس بره أهي. قال لي في الضرب والقسمة، في ضرب بنجمع الأسس، في الضرب والقسمة بنجمع الأسس. بمعنى هنا -3 إكس أس كام؟ أس 1. هو مش مكتوب بس إحنا عارفين. نفس الحوار هنا كام؟ 1. قال لي في الضرب والقسمة، في الضرب بنجمع الأس. بمعنى أقول 1 زائد 1، فهي هتبقى 1 زائد كام؟ 1 بيساوي -3 في 5 بكام؟ ب15. الإكس أهي اجمع لي الأس، 1 زائد 1 2. تاني يبقى في الضرب لو جيت قلت لك -3 إكس في 5 إكس بتساوي كام؟ أهو أنت عارف أهو. أول حاجة نعمل الأقواس بتاعتنا وناخد العوامل، ده العامل وده العامل، خدناهم -3 أهو في كام؟ في 5. تمام. وخدنا الإكس. قال لي في الضرب بجمع الأس، يعني 1 زائد 1. هنا الأس كام؟ 1 اللي إحنا عارفينه، وعارفين إن 1 بس هو مش مكتوب. تمام. 1 زائد 1 كام؟ 2. تمام. طب تعالى قال لي افرض جبتها لك في صورة كسر. قلت له إزاي؟ قال لي لو قلت لك 8 إكس أس 3 على 2 إكس، تحلها إزاي؟ واحدة واحدة. أول حاجة في القسمة بنطرح الأس، في الضرب بنجمع، القسمة بنطرح. بمعنى 8 على 2 طلعها لي زي ما هي، 8 على 2 إكس وإكس، خدنا إكس عامل مشترك أهو يعني. في القسمة بنطرح الأسس. هنا الأس كام؟ 3 ناقص هنا الأس كام؟ 1 بيساوي، هو 8 على 4 8 على الاتنين فيها كام؟ فيها الأربعة. والإكس أهي اطرح الأسس، 3 نقص منهم 1 كام؟ 2. انت بقى لو شاطر على طول على طول انت عارف ان 8 على 2 فيها كام؟ الا 4، واطرح الاس على طول. 3 ناقص 1 بكام؟ ب 2. تمام. كل ده احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في الحدود الجبريه اللي هي الارقام دي. طب تعالى قلت لك في الحدود الجذريه، يعني في الحدود الجذريه الشكل هيبقى عامل ازاي؟ تعال نشوف. في الحدود الجذريه مثلا، بس قبل ما ابدا في الحدود الجذريه عايزين نعرف حاجه. هو جذر اكس في جذر اكس بكام؟ تمام. جذر اكس في جذر اكس بكام؟ طب تعالى نطبق اللي احنا قلنا. مش احنا قلنا في الضرب بنجمع الاسس؟ تمام. جذر اكس في جذر اكس اهو، معايا جذر اكس اهو. لو جينا نجمع هنا اس واحد وهنا اس واحد يبقى كام؟ 2. وهو برضه مضروب في نفسه كام؟ مرتين. فجذر اكس الكل تربيع. قال لك والله ان التربيع بيشيل الجذر. تاني، مش ده اصلا جذر التربيعي؟ الجذر التربيعي لو جيت اصلا تربعه هيشيل لك الجذر.
فالتربيع بيشيل الجذر، يعني هتساوي كام في الآخر؟ هتساوي إكس. يبقى أنت عارف إن جذر إكس بكام؟ بإكس. طب تعالى كده نكبر الموضوع شوية. لو قلت لك الجذر التكعيبي للإكس في الجذر التكعيبي للإكس في الجذر التكعيبي للإكس بتساوي كام؟ واحدة واحدة وبكل بساطة. أنا شايف الجذور دي متكررة أهو. أنا معايا الجذر التكعيبي للإكس هما كام؟ 1 2 3، يعني كام؟ أس 3. والله طالما التربيع بيشيل الجذر التربيعي فأكيد التكعيب بيشيل الجذر التكعيبي، فأنا عارف إن التكعيب دي هتشيل الجذر التكعيبي، هيتبقى لنا كام؟ يبقى أنت لازم تخلي بالك من حاجة زي كده وتكون عارفها. تمام. والله إحنا عرفنا الكلام ده. تعال نشوف بقى إحنا إزاي هنقدر نضرب أو نقسم الحدود الجذرية. تمام. تعال ناخد مثال. لو أنا مثلا اديتك مثال وقلت لك 4 جذر 3 في تمام سالب جذر 3 بتساوي كام؟ تمام. والله هنا نفس الدليل، هنا الجذر التربيعي وهنا الجذر التربيعي، نفس المجذور 3 3 متشابهين. تمام. تعال نحل. ادي الاقواس اهي، والجذر 3 متكرر اهو في جذر، وتعالى نكتب تحت، اعمل الاقواس اهي في جذر الثلاثة بتاعي اللي متكرر دي مش اكس دي في. تمام. في جذر الثلاثة اهو زي الفل. خدنا الجذر الثلاثة طلعناه بره اهو. 4 في سالب 1، 4 في سالب 1. تمام. في كام؟ في جذر 3. جذر 3 متكرر كام مرة؟ مرتين. وهنا خدنا نجمع الأس، احنا قلنا في الضرب بنجمع، هنا كأنه أس واحد هنا أس واحد، فكام؟ أس 2 بيساوي 4 في سالب 1 بكام؟ سالب 4. في اهي. احنا عرفنا ان الجذر التربيعي او التربيع بيشيل الجذر، فده شالت الجذر، اتبقى لي مين؟ التلاتة بيساوي سالب 4 في 3 سالب 12. ما تخافش، ناخد كمان واحدة عشان نفهم. بس تعال نشوف لو جبتها لك في صورة كسر هتحلها ازاي. تعال بص. لو جيت مثلا قلت لك جذر، او قلت لك 18 جذر 7، قلت لك 18 جذر 7 على سالب 2 جذر 7، تحلها ازاي؟ واحدة واحدة. تعالى نمشي طبيعي. هتقول 18 على جذر 2 اهو. 18 على سالب 2، معلش 18 على كام؟ على سالب 2 في، هيتبقى لك هنا كام؟ جذر 7 على جذر 7. هتقول لي في جذر 7 على جذر 7. تمام. 18 على سالب 2 فيها كام؟ فيها السالب 9. في جذر 7 على جذر 7 فيها الواحد، كأني بقول لك 7 على 7 فيها كام؟ فيها الواحد. فنفس الحوار، جذر 7 على جذر 7 فيها كام؟ الواحد. بيساوي سالب 9 في 1 بسالب 9. أنا مثال بقول لك إذا كانت إكس بتساوي 7 جذر 5، والواي بتساوي جذر 5، والزد بتساوي الجذر التكعيبي لجذر 2. تمام. فهو دلوقتي بيقول لك عايز إكس في واي، إكس على واي 3 واي ناقص زد تكعيب. تعالى نمشي واحدة واحدة. أول حاجة هو عايز إكس في واي. تمام. هون بتساوي إكس بكام؟ ب7 جذر 5 في عايز الواي مداني بكام؟ بجذر 5 بتساوي، والله نفس الدليل ونفس المجذور أهو، جذر الخمسة بره. تمام. وهنا السبعة في كام؟ في واحد. هنا في المعامل 7 في 1. تمام. احنا قلنا هنا في الضرب تمام بنجمع الأس، وهنا جذر 5 كأنها أس 1 وهنا أس 1، تبقى الكل كام؟ الكل أس 2 بتساوي 7 في 1 ب7. واحنا قلنا ان التربيع بيشيل الجذر، هتبقى 7 في كام؟ في 5. واحنا عارفين ال7 في 5 ب5 و3.
يبقى انا كده خلص. يبقى احنا كده جبنا اكس في واي. تعال نجيب اكس على واي. هنقول بتساوي، تمام، اكس على واي. اكس بكام؟ ب7 جذر 5، وواي بجذر 5 بيساوي، هنا كأنها 7 على 1 7 اهي، تمام. جذر 5 على جذر 5، انت هتقول 7، هتقول 7 في جذر 5 على جذر 5 بيساوي جذر 5 على جذر 5 بكام؟ 1. هننزل السبعة فتقول 7 في 1 بكام؟ ب7. تمام. تعال ندخل في التالتة. بيقول لك 3 واي ناقص زد تكعيب بتساوي 3 واي. هو نكتب التلاتة، نرجع نشوف الواي مداني بكام، او 3 في جذر 5، ما هو مديني الواي بجذر 5. تمام. دي في 3 في جذر 5 ناقص زد تكعيب. الزد مديهاني كام؟ بالجذر التكعيبي للاثنين اهو، فانا عامل قوس اهو. زد مداني بكام؟ بالجذر التكعيبي بكام للاثنين، بس خلي بالك وقال لك زد تكعيب يعني كل اس 3. تمام. تعال نكمل. 3 في جذر 5 ب3 جذر 5 ناقص، احنا عرفنا ان التكعيب هيشيل الجذر التكعيبي هتبقى ناقص كام؟ 2 بس، وتسيبها بالمنظر ده. يبقى 3 جذر 5 ناقص 2. توكل على الله وجرب، ويكتب لنا الناتج في التعليقات. وبكده يكون الفيديو انتهى. طبعا الدرس لسه ما انتهاش، لسه عندنا حاجه اسمها الخواص على العمليات على الاعداد الحقيقيه، ودي ان شاء الله هناخدها في الفيديو الجاي عشان خاطر طبعا ما تلخبطش. وبكده يكون الفيديو انتهى. ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم. ولو في حاجه واقفه معاك تقدر تكتبها لي في التعليقات وهرد عليك باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.